برضك قلبي مش مطمن. العقد ده هايل يا مناع، انا درسته كويس. يعني تفتكر لو اي مخالفات حصلت هيبقى عندي مسؤوليه؟ ما اعتقدش، لان في بند صريح بيحمل الخبير البيولوجي مسؤوليه فحص عينات الانتاج. فانت هتخاف من ايه بالظبط؟ من كام سنه كده حصل استيراد لمبيدات زراعيه وكانت كارثه. طلع في المبيدات دي مواد مسرطنه وبوظت الارض، وكان قرايب البروفيسور لهم يد فيها. يا ساتر يا رب، هي الناس ناقصه امراض في الاكل اللي بياكلوه؟ ليك حق تخاف منه. ما هو اللي بيعملوا ده بسبب الخوف على الناس. انا لو كان عليا ممكن ابيع المصنع، لكن انا عارف انهم برضك ممكن يشتروه من اي حد تبعهم ويعملوا اللي هم عايزينه. عشان كده صممت يكون المصنع تحت يدي. انت عندك قلب كبير قوي يا مناع، وضميرك حي. يا ريت كل الناس زيك. قلبي كبير وهمي اكبر. كاني مكتوب على دماغي ما ترتاحش او تفضل شغاله على طول ليل نهار. قول لي ايه اللي تعبك يا حبيبي؟ وصيه ابوي حملني مسؤوليه. قال لي ما تهملش عيلتك الكبيره تضيع وتدي كل وقتك لعيلتك الصغيره. يعني ايه؟ عايز تسيبنا وتسافر تاني؟ عيلتي في خطر يا نورهان، ومن غيري ممكن الارض تضيع منهم. انا بس يا حبيبي بقلق عليك من السفريات دي. يا ستي عمر الشقي بقي. تعرف يعني نحب الكدين. طيب عايزك توعديني بحاجه. بايه يا حبيبي؟ سامحيني في اي حاجه عملتها، ولو سمعتي عني حاجه عشتها تعرف اني كنت مضطر. انا الكلام ده بيخوفني منك يا مناع. خلاص، ولا كأنك سمعتي حاجة. مناع ما قداموش اي فرصه للتراجع، وهو عارف ان انا عندي مستندات واعترافات تخلي الحكومه تجرده من كل شيء. ده ممكن يحكموا عليه بالاعدام ولو غيابي. وهمام اعمل معاه ايه؟ ده طالب مني سلاح كتير قوي. ساعده بس مش جامد. انا عايز مناع يحس بان الخطر محاوطه من هنا ومن نجع كمان، عشان يعرف انه في قبضتي. تفتكر انه مش هيعترض لو بعتنا ستيف ولوجاني؟ تبعتهم ليه دلوقتي؟ ما تستنى لما البيت يكمل ويتأمن، وبعدين نبقى نروح كلنا سوا. ومناع يجي معانا لما يعرف انه ما يقدرش، ملوش منفذ من تحت ايدي. خد بالك القطر ماشي. سلام. سلام. فواياج. سلم على الولاد. اوكي باي. بنت يا جميلة، هاتي لي البطاقة بتاعتي من جوه. بطاقة ايه؟ هو انا عمري شفت لك بطاقة؟ هتلاقيها في الدولاب جوه. كمان ما نقدرش نسافر من غير بطاقة. الله، دي فيها تصويرتك، بس ملطخينك ليه بالحبر الازرق؟ هاتي. ده ختم يا عبيطة، عشان ما حدش يقدر يبدل صورتي بصورته. بالبطاقة دي محدش يقدر يقول لي انت اسمك ايه؟ انت رايح وين؟ كده. بس انا عايزه نعرف انت رايح فين. رايح اسوان، عندي ميعاد مع الخواجات. هتعمل ايه مع الخواجات يا همام؟ طالما بشتغل لصالحهم يبقى لازم اخد حقي. هتجيب فلوس. هجيب اللي احسن من الفلوس، هجيب اللي يحمي الفلوس ويحمي النفوس، هجيب اللي يرفع راسي قدام الخلق، هجيب السلاح اللي يخلينا ذل اي حد يقف قصادي. سلاح تاني يا همام؟ ما كفايه انا خراب. ايش فهمك انت يا عبيطه؟ طول ما الكل عارف ان احدانا سلاح الكل هيعمل لنا الف حساب من غير ما نضرب طلقه نار واحده. بكره تشوف السلاح هيعمل لنا قيمه كيف. خطة الإنتاج بتاعتنا لازم تتضاعف في المرحلة اللي جاية، لأنه بعد نزول الإعلان لازم يكون في منتج يغطي السوق. اطمن يا مناع بيه، هنزود العمالة والطاقة الإنتاجية. وأنت يا دكتور مش هفكرك إنك المسؤول الأول والأخير عن مواصفات السماد الجديد. أنا بطالب بتأمين مخازن الإنتاج وضبط دفاتر الصرف.
لك كل الصلاحيات يا دكتور، بس انا بحذرك اوعى تدي الامان لاي حد من الاجانب اللي جايين يشرفوا على الانتاج. لصحه اهلنا وناسنا يا دكتور. اطمن يا مناع بيه، ان شاء الله كل شيء هيكون تحت السيطره. طيب اتفضلوا شوفوا شغلكم. اوه ايه النشاط العظيم ده؟ اهلا 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 يا خواجه بني. اتفضل. لا مؤاخذه، المكتب بتاعي في المصنع مش قد المقام. مش المهم تقدر تعمل فيه شغلك ونقدر نتكلم فيه براحتنا. من ناحيه اطمن، من الاسبوع ده خلاص المصنع هيكون جاهز للمنتج الجديد. اتفضل شوف اللوجو اللي هينطبع على شكاير السمات وهينزل في الاعلانات. اهدى، عفريت بيطلع سنابل قمح يا راجل، هو في شيطان بيطلع خير برضك. مش كل العفاريت شياطين، احنا العفريت بتاعنا طيب قوي لانه بيطلع خير للناس. احنا بقى اللي عفاريت في الدعايه. شوف الاعلان ده هنقدر نحقق منه ايه. انما من هنا ورايح بقى انت مالكش اي حق في الاعتراض، انت تنفذ وبس. اظن كلامي واضح. وحشتيني قوي. تعرف ايه، طول ما انا في النجع ما بفكرش غير فيكي. كان نفسي اكون اعرف اتكلم الانجليزي عشان اخد ودي معاكي زينه. ما تقلع النضاره دي، خلينا نشوف نظره عينيك الحلوه دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا خواجه؟ ازيك كيفك يا سنيور؟ تشرب ايه يا همام؟ جيبوا لي الميه الصفراء اللي انتوا جبتوها لي المره اللي فاتت دي اللي طعمها مزز. بقيت صاحب مزاج يا همام. هنبسطك ونعدل لك مزاجك. لكن انا عايز حاجه اهم من ده كله. اؤمر يا همام يا غالي. عايز جنابل بدل اللي جبتوها لي المره اللي فاتت. ليه؟ انت بتقزقزهم زي اللب ولا ايه؟ قطمت بيهم وسط عيله بحالها، وعايز استعد لعيله حسان عشان لو حاولت تاذيني ولا تاذيكم اقطم وسطهم هم كمان. كلامك جميل بيؤكد انك خايف علينا، بس لازم تقعد معانا كام يوم عشان نحضر لك طلباتك. وماله؟ امال انا جاي ليه؟ عشان نتدلع ونتسبح. حاكم البرشام اللي انت جبتوه لي المره اللي فاتت كان واعر قوي، وحرمكم من حرمكم، بس فيهم عيب واحد بس. ايه؟ بيخلوني ما اعرفش ابص لاي حرمه هناك في النجع عندي. ده بيسميهم حريم. خير يا رب. يا عم ناجي انا هنا. انا جاي. كلامي فيه يابا. انا جاي. دوروا حوالين المكنة، شوفوا أي حد يكون اتصاب. شايف يا عمر، المكنة اللي فيها حياتنا ولعت. يمين بالله ما حد عملها إلا البندرية. أكيد ضربوها بالكلام زي ما عملوا مع عيلة عبادي قبل سابق يا عمي. إيه؟ أنتوا عارفين ثمنها كام ولا ركبت كيف؟ معلش يا عمر، هيدفعوا ثمنها من دم عيالهم. ولومت أخوي في تربته لخلي الدم للركب. ايوه يا عمر، في ايه؟ ايه؟ لا، البندريه مالهمش صالح باللي حصل. انا عارف مين اللي عملها كويس. قول لهم مناع هيتصرف. لازم تلحقهم يا عمر. قول لعمي بيني هو اللي عملها، ومناع هيعرف يحاسبه صح. سلام. في ايه يا مناع؟ ايه اللي حصل؟ شويه مشاكل عندنا في البلد. والله حرام اللي بيحصل ده كتير عليك.
الحمد لله ان عمر طلع واعي، كلمني قبل ما يعملوا حاجه. يكلمك ازاي؟ تطلع يجي 40 كيلو بره عشان يعرف يكلمني، عشان كده انا بقول له يعني ارجع بسرعه يا عمر. وانت هتطمن عليهم ازاي؟ يا نورهان ما بتبطليش كلام ولكلكه. الله، هستناه يا ست لما يكلمني تاني، وبعدين انا راجع قريب. تصبح على خير. ماشي يا ابن الكلب، انا هعلمك الادب. ده مجرد انذار صغير، لانك بصراحه اتدلعت علينا كتير واتاخرت علينا كتير. وبصراحه اكتر بقى، الارض الجديده اللي انت اشتريتها دي هتشغل تفكيرك وهتشجعك على التمرد. ما كان احسن منها وجوه تتركب مكانها فورا، واياك تاني مره تتدخل في ترتيباتي. ما انا مش عايز اي حاجه تشغلك عني. انا عايز كل حاجه تعاود زي ما كانت، لاني مخطط انقل شويه من عيلتي للارض دي وازرعها كتمويه، عشان لو الحكومه قررت توصل لنا هتلاقي الارض دي بلدنا، ولو فتشوا مش هيلاقوا حاجه. حاضر يا ملك، اعتذارنا ليك يا ملك. مكنه جديده تتركب من النهارده، وده عنوان شركه الادوات الزراعيه. اتفضل يا سيدي، اعمل اللازم. انا عايز المكنه الجديده دي تبقى ابلغ اعتذار للكينج. تحت امرك يا بروف. خير يا بني باشا. بني؟ خلاص بني ده مات، انساه بقى، مات. مش عايزين نفكر فيه عشان ما يطلعش وينتقم. خليك مع البروفيسور. ما هو ده اللي مخليني مش قادر اصدقك. وانا قلت لك ان انا مرغم انسى واسامح، لان اللي بيني وبينك مصالح مش انتقام. وبعدين انت لغايه دلوقتي ما اديتنيش القرار النهائي. قدامي شويه حاجات كده اخلصها، حسابات مع تجار مغلبيني. اخلص وارجع النجع واحاول اقنع عيلتي، ولو انها مهمه صعبه جدا. اي مشاكل وحسابات انا هخلصها لك، بس المهم انك تسافر وترجع النجع زي ما كان، نجع الخير اللي بيجيب اعلى انتاج. وعيلة البندريه هيسيبونا في حالنا؟ انا هخلي الكل تحت امرك. جبل العين ده هيكون المملكه بتاعتك، انت الملك بتاعها، بس بشرط ما تبقاش مجرد طباخ للحشيش وبس. مفيش ملك بيطبخ وبس. هزرع الفتادين اللي باقيه في الجبل حشيش، وطالما هتبقى مملكتي يبقى الاول نكسر شوكه الظالم ونجيب حق المظلوم عشان الكل يتلم حواليا. وانا هساعدك في كل اللي انت عاوزه. على فكره، همام عندي في اسوان وطالب سلاح، انا هقول لهم ما يدلوش، وهقول لهم يغسلوا مخه عشان يبقى زي الخاتم في صباعك. قلت ايه يا ملك؟ نفذ انت وعدك الاول وانا ننفذ. اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دور يا ابني، توكل على الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. مش قلت لك يا عمي الميه بس؟ مناع اكيد عارف مين اللي عملها. الجيد يكون هو اللي جاب الجديده. طب يا جماعه كده تمام وزي الفل، يلزم اي خدمه. الله ينور عليك يا باشمهندس، بس قول لنا مين اللي قال لكم ان ميكانيكنا القديمه ولعت؟ هو في الحقيقه واحد خواجه ودفع كل المصاريف، بس انا عايز اقول لكم على فكره، المكنه دي اشد من القديمه مرتين وتعيش العمر كله، بس على شرط تاخدوا بالكم منها. واضح من شده الميه. لا دي اقل قوه شط، ده ممكن ترمي الميه ال 100 فدان لقدام. فين ورق الضمان يا باشمهندس؟ ورق الضمان؟ ما خدوا الخواجه ولا هيوديه المناع بيه. شاكرين يا باشمهندس. اي خدمه يا استاذ عمر. الف سلامه. السلام عليكم. يلا يا ابني. باذن يا عمي. اروح اكلم مناع اطمنه. يلا سلمنا عليه.
ايوه يا عمر، المكنه الجديده ركبت. طيب الحمد لله انها احسن. لا اطمن، هيجيبوا لي الاوراق كلها، لانهم اكيد هيحاولوا يثبتوا له حسن نيتهم. ما تخافش، جاي لكم، وجاي لك انت بالذات مخصوص عشان اجيب لك حبل المشنقه اللي هتشنق بيه لطفي ابو القمصان. لطفي وقع خلاص يا عمر تحت يدي، والف الحبل حوالين رقبته، ومش هسيبه الا لما يفلس. ايوه، ويتمرمط قدام الاجسام وفي النيابات. سلام يا صاحبي. تمام يا فندم. لطفي ابو القمصان. تعالى يا لطفي، دي امضتك؟ شيك ب 50,000 جنيه وشيك ب 100,000 جنيه وعليهم رفض من البنك؟ ايوه امضتي، بس الناس دول ما اعرفهمش. انا كنت ماضي الشيكات دي لمناع بيه حسان صاحب مزرعه المواشي. مظبوط، والراجل باع المزرعه، كان مديون لمجموعه من الاجانب والمصريين، وباع كمان الشيكات اللي ما كانش قادر يحصلها. أنا رحت البنك ما فيش رصيد. It was rejected. ممكن تصبري لو سمحتي؟ هي يا لطفي هتدفع ولا اعمل لك قضيه وتتحبس؟ احنا نجيب منين 150,000 جنيه دلوقتي؟ ادونا فرصه يوم ولا اتنين. ما كان قدامك فرصه زمان يا لطفي، زي ما موجود في تواريخ الشيكات عندي، بس الظاهر بقى انك ما بتحبش تسدد. طب اكلم اخويا في التليفون يجيب الفلوس مسافه السكه. Okay, no problem, we can wait. بس المهم ناخد فلوسنا. اتفضل، قدامك ساعتين زمن، ودي اخر فرصه. ربنا يستر اصلك يا بيه. اتفضل. الو، انا ما عايزش منكم فلوس يا سنيور، ما عايزش منكم فلوس. انا عايز السلاح اللي اتفقنا عليه، والا انت تضيع في النجع كله. مش هنديك سلاح يا همام قبل ما تبني مخازن تحت الارض وتكون متأمنة تأمين كامل، وانت مش هتعرف تبنيها لوحدك، لازم يكون معاك خبير ويكون من عندنا احنا. يا سلام عليك يا سنيور لما تحبكها، يا سلام عليك لما تحبكها. ما طول عمرنا راجل بنشيل السلاح بتاعنا في بيوتنا، ولا عمرنا احتاجنا لا الخبير ولا الغفير. ده بالنسبة للبنادق والطبنجات، انما بالنسبة للقنابل اللي سعادتك محتاجها دي لازم يبقى في مخازن وتكون متأمنة تحت الارض تأمين كويس جدا، لان لو انفجر واحد منهم كلكم هتقعوا في كارثة. اديك قلتها، الحديد دي لو احنا بنشيل السلاح في مطرح واحد، لكن انا هوزع السلاح على كذا مطرح. همام اتفضل يا سيدي، اديني جبت لك البرشام اللي انت طلبته. قصر الكلام يا سنيور، هتجيبوا السلاح اللي اتفقنا عليه هنبقى حبايب، مش هتجيبوا السلاح مش هقف معاكم قدام مناع صاحبي وحبيبي. الحديد يخلص على كده، لا مؤاخذة. ايه رأيك في الكلام اللي بيقوله ده يا فريمان؟ بصراحة التعامل مع همام برضو أرحم مليون مرة من التعامل مع مناع، لكن هنقول إيه؟ ليه؟ هو البروفيسور عايزنا نتعامل مع مناع تاني؟ طب ازاي؟ أنا ما أعرفش، بس واضح إنه فرض سيطرته عليه خلاص، بدليل إنه طلب مني إني ما بيعش الهمام سلاح دلوقتي. يبقى أكيد بيفكر إنه يعمل قوتين ضد بعض في النجع عشان تفضل السيطرة في إيده هو. انا ما اقدرش اشتغل معاكم وفي سيف على رقبتي، وعشان اكون حر نفسي لازم ترجعوا لي الملف بتاعي انا وابوي. انت بتطلب المستحيل يا مناع. طالما اتفقنا نشتغل مع بعض في مبدأ المصالح المشتركة يبقى خلاص. من الغباء ان اشتغل معاك وانا عارف انك ممكن تهد كل اللي بنيته. لا، والحكومة ممكن تصادر اللي قدامك واللي وراك، واكتر من كده ممكن تحكم عليك بالاعدام. بس اطمن، انت غالي علينا. ويكش تكون فاكر لما تعملوا لي دوشه هنهملكم. انا هطربق الدنيا واجيب عليها واطيها. ونضمن ولائك ازاي يا مناع؟ خلي المصالح هي اللي تجمعنا وتفرقنا. انا حفيدكم وانتوا تفيدوني، ولو المصالح دي عملت لنا قلق خلاص كل واحد فينا يروح لحاله ويا دار ما دخلك شر. بس انت غدار يا مناع،
ومن حقنا ان احنا نأمن ظهرنا من الغدر بتاعك. ولا انت نسيت الماضي؟ هاي خلاص، يبقى نفتكروا سوا. كنت بتاخد منا الحشيش بتراب الفلوس، ولما عرضتك اتفقت مع دياب من ورايا. يبقى مين فينا اللي خاين؟ يا راجل ده انا كنت بلاعبك. هو في حد في الدنيا ممكن يعمل اللي انت بتعمله؟ ولا دياب ولا الرجاله بتوعي كلهم. ده انت ثروه يا مناع، وانا عايز ارضيك باي تمن. يبقى تديني الورق بتاعي وبتاع ابويا الاول، ونتفق من دلوقتي على اسعار الحشيش الخام اللي هعمله ومواعيد الاستلام والتسليم. يعني نحط خطه ونحترمها عشان نرتاح. فيك ايه يا حبيبي؟ مالك؟ والله يا نورهان عايز اتكلم معاكي من غير عكننه ولا تسمعيني اسئله تجنني. كده جلكتني اكتر. ايه رايك يا نورهان ان احنا يعني نسيب الصعيد كله ونسافر ونروح اسكندريه مصر ونبدا من جديد ان شاء الله، حتى ناخد العيال ونروح بلاد بره؟ ليه يا حبيبي؟ ما احنا عايشين هنا كويس. احنا برضك يعني هنعيش في اي مكان كويس. طب وليه؟ ليه نبتدي من جديد بعد النجاح اللي حققناه في حياتنا؟ ازيك اضحك مليت. عايزين نسافروا، يا تقولي اه يا تقولي لا. يا حبيبي انا اروح معاك اي مكان، بس ما اقدرش اسيب بابا وماما. اوفر لهم كل الرعايه. يا حبيبي هما مش محتاجين لا فلوس ولا خدامين، هما محتاجين يشوفوا احفادهم يطمنوا عليا. انا لو بعدت عنهم انا والاولاد يبقى كده بحكم عليهم بالموت. فكرني بعين الجبل. عين ايه؟ ما تحطيش في بالك، ما انا لو مطمن عليكم وحدكم كنت اختفيت ورحت اي حته تانية. وتختفي ليه يا حبيبي؟ حد له عندك حاجه؟ عدواتي بقت كتير وهتورثوها من بعدي. عدواتك ايه اللي مخلياك خايف علينا بالشكل ده؟ يكونش الجدع الغلس اللي اسمه لطفي ابو القمصان؟ لطفي وغير لطفي، والعداوات اللي اتربت لي بسبب مجلس الشعب ده. السوهاج حاسس اني وحداني ماليش عزوه، لكن وسط عيلتي مفيش حاجه هتهمني. البلد فيها حكومه يا مناع وقانون يحمينا، ما هياش غابه. يعمل ايه القانون يعني قدام ناس بايعين روحها عشان يقتلوا الابرياء؟ هياخدوا اعدام؟ ماشي يا ستي، وهيفيد بايه بعد ما يكونوا قتلوا الخلق؟ ويمكن كمان يهربوا من العداله. اول مره اشوفك خايف بالشكل ده. طب يا نورهان، انت عمرك في حياتك يعني شفتني عملت حاجه تغضب ربنا ولا حاجه قفشه يعني؟ بس انا اول مره اشوفك بالشكل ده. وانا عمري ما خفت يا نورهان غير عليكم. نفسي ارجع بلدنا واخدكم معايا، هناك بس هحس بالامان وسط اهلي. لكن عارف برضك ان العيشه هناك مش هترد عليكم. سافر وما تقلقش علينا، بس كلمني كل يوم. بس انا لو الاقي طريقه اطمن عليكم كل يوم يمكن عمر جوز اختي يحلها. وهتغيب قد ايه؟ واللي بيروح يعني يبني ارض جديده وياخد ناس يسكنها في الارض الجديده دي بياخد وقت كبير. ممكن يقعد العمر كله يمناع، بس ما تضيعش عمرك كله يمناع على عيلتك الكبيره. حرام برضه تحرم عيلتك الصغيره منك. مش عارف يا نورهان، مش عارف. صدقني يا لورد، احنا مسكنا الصقر كتفناه وغمينا له عينيه، وبعدين الطلب اللي هو طالبه ده هايف قوي. لا هو كان حاسبها صح، هو كان صغير اياميها. صدقني هو مش هيشتغل غير لما نعمل اللي هو عايزه. يا لورد على مسؤوليتي انا، لو فلت المره دي انا مكتفه كويس. مع السلامه. هترجع له الاوراق اللي طلبها منك؟ جهزها له. انا هركب معاه لغايه هنا وبعد كده هاخد القطر لغايه اسوان. مالك يا بروف؟ سرحان في ايه؟ اللي اول مره يهددوني اذا ما رجعتش مع مناعه. طب
هم طالبين وقت معين؟ عايزين في خلال سنة نجع الجبل يكون مملكة بؤرة ليهم، لها ملك اسمه مناع، ولها اقتصاد مبني على تجارة المخدرات وزراعتها، ومستعدة تعمل أي حاجة هم يطلبوها منها. طب وايه الهدف من كل ده؟ يا رودي أنا جزء صغير من لعبة كبيرة، يستحيل أعرف دوري بيبتدي فين ويخلص إمتى. ادي المستندات اللي في المنظمة، أنا ضمانتك عندهم، عايزك تلتزم. بقية المستندات هسلمها لك قبل تسليم البضاعة. فرج ابوك كلب. استمر في حصار مداخل البلد. عاوز تفتيش دقيق لكل العربيات اللي جايه من اسوان. عندنا معلومات بتقول ان في شحنه اثار متهربه خرجت من اسوان بالطريق البري. تمام يا فندم. محمد سيادتك. تمام يا احمد باشا. اخيرا وصلت المعلومات اكيد عن مناع حسان. عرفت مكانه ووصلت له ازاي؟ طلب تراخيص مباني قدمه بنفسه عشان يبني بيت كبير على مساحه نص فدان. والارض اللي عليها المباني 300 فدان. عزبه بحالها اشتراها من واحد اسمه عبد المتعال من فتره طويله، ايام ما سيادتك كنت في سوهاج. ايوه. الارض هي متسجله باسمه من زمان. متسجله، بس للاسف الاجراءات ما تمتش سيادتك الا متاخر لما جه ياخد تصريح المباني، عشان كده فضلت على الاوراق فتره طويله باسم عبد المتعال. اسمع، انا عاوزك تعمل بحث شامل عن عيله مناع وعن الارض دي، وعاوزك تدخل وسطيهم. هعمل فلاح وادخل وسطيهم. لا، لو بيشتغلوا في الممنوعات مش هيشغلوك وسطيهم. عندي فكره احسن.